الخطبة التالية نستمع عليها في هذا اليوم الجمعة 8 من شوال من العام 1415. غير الخطبة. الحمد لله وبه نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. كنا في أيام كريمة محفوظون إن شاء الله، كنا محفوظين بشهر رمضان، لا نلتفت لأكل ولا لشرب بالنهار ولا للهو، حيث أن النفوس مقيدة بالصوم والشياطين مغلولة ومصفدة بالأغلال والغيود، وكنا بعيدين من اللهو واللعب. لكن عندما ذهب رمضان، زي ما بيقولوا، فات بشنب ومرح بضنب، ودي ما من صفات المسلم. المسلم يداوم على الطاعة، يداوم على صلاته، الذين هم على صلاتهم دائمون، يداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى، يداوم على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، لأن المطاع ليس هو رمضان، إنما هو المطاع هو الله. والله ما دام هو معنا في كل آن، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما دام أن الله معنا أينما كنا، فيجب علينا أن نراقب الله في أنفسنا في رمضان وفي غير رمضان، لأن رمضان تذكرة للمسلم، ورمضان لجام للنفس، ورمضان ترويض للجوارح عشان تتريض لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أدبك الله بهذا الأدب فاستدم عليه، لأن الإنسان اللي بيعصي الله يوم العيد زي ما عصاه يوم القيامة يوم الوعيد. فلهذه الذكرى الطيبة، ذكرى رمضان، التي نتمنى أن نكون من عتقائه، وأن نكون من الذين استوجبوا رضوان الله الأكبر، وأن نكون من الذين لهم نصيب في ليلة القدر، ولا نكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أرغم الله أنوفهم بالتراب والذل. الإنسان يحضر رمضان وينسلخ رمضان وما يرجع لله، ده رغم أنفه. والإنسان يحضر أبوه وأمه ولا يرضيهم ولا يبرهم لحد ما ينتهوا ويروحوا الآخرة وهم غير راضين عنه. والثالث إنسان ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. صلوا على رسول الله. الصلاة على رسول الله هي باب الدخول إلى حضرة الله. والإنسان إذا لم يجد شيخا يلغي إليه العنان والقياد فليصلي على رسول الله، لأن الصلاة على رسول الله هي شيخ بغير شيخ. فالله سبحانه وتعالى ينهانا من أشياء في هذه الآيات الكريمة التي تليت علينا الآن، بتكون بين الناس. الأول: لا يسخر قوم من قوم. الإنسان ما يتهزأ بإنسان ويستهزأ به ويسخر منه. عسى أن يكون الإنسان اللي انت استهزأت به ده يكون عند الله أفضل منك. فاحترم المؤمنين كلهم،
كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن تحترم لهذه الكلمة ولربما يكون له مكانة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وينبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين على حقوق الإخوة بقوله إنما المؤمنون إخوة. فما دام هو أخوك ما تسخر به وما تستهزأ به وما تنم فيه ولا تغتاب، لأنه هو منك أنت وأنت منه. أنت من المسلم وهو من المسلم، وأنت من الإيمان وهو من الإيمان أخوك. إنما المؤمنون إخوة أي في الدين، لأن أصلهم واحد. الناس من جهة الأنساب أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم شيء يتفاخرون به فالطين والماء، خلقنا من طين وخلقكم من ماء. ما في حاجة بتزيد إلا الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقبض قبضتين من تراب وقال أيهما أفضل؟ قالوا يا رسول الله كلاهما من تراب. فقال كل الناس سواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وفي الحديث إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله. يعني عندما يكون أخوك غائب ما تذكر بسوء، أذكر بالحسن وأدعو له بخير، قول اللهم أغفر لفلان وأرحم فلان وأرفع درجة فلان. فدعوتك دي الملك يقول آمين ويقول لك ولك مثله، زي ما دعيت له أنت كمان كذلك لك مثله كما دعيت. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فأصلحوا بين أخويكم. خص الاثنين دون غيرهما لأنهما غل ما يقع بينهما النزاع، وفي الأكثر أولى. وليس بكذاب من أصلح بين اثنين. الكذب يجوز في ثلاثة، يجوز بين النساء المتضاررات، ويجوز بين أهل الكفر أهل الحرب وأهل الإسلام، ويجوز في الإصلاح في ذات البين. يعني يجوز لك تكذب تقول لي فلان والله يا أخونا فلان ده ما قال فيك إلا خير ومتأسف على الحاجة اللي حصلت دي جدا، هو ما متأسف ولو جبت كلامه ده ما بصالحه أصل ليوم الدين، لكن تغرب المعنى بالكذب. والرسول قال ليس بكذاب من أصلح بين اثنين. إذا كان كذبت عشان تصلح بيناتهم وتغرب ذات بينهم فده ما كذب، ده إصلاح، ليس بكذاب. اتقوا الله، اتقوه في جميع أموركم وخاصة في الإصلاح بقوله الدين النصيحة، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لعلكم ترحمون، وهذا تحقيق منه للرحمة لمن اتقاه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ينهى الله سبحانه وتعالى عن احتقار الإنسان لأخيه وأن يسخر به وأن يستهزأ به. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. وقد يكون المحقور أحب إلى الله من المحتقر،
ولهذا قال عسى أن يكونوا خيرا منهم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما الهيئة التي يرضاها الله؟ الهيئة واللبسة التي يتجمل بها المسلم وجائز له في حقه ويرضاها الله، ما هي؟ الرسول قال له: انظر إلى أحقر الناس عندك. فنظر إلى رجل ثيابه رسة وقديمة ومشرطة ومغسلها بالموية، صابون ما عنده، ومخيط المشروط منها بإبرته، ومنستر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجالس يؤدي الفريضة ويستمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنصح به. قال: مثل هذا يا رسول الله؟ قال له أيضا: انظر إلى أشرف الناس عندك. نظر لواحد لابس لبسة عظيمة جدا جدا، قال له: مثل هذا يا رسول الله؟ قال له: مثل هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فلهذا التواضع يا جماعة، من تواضع لله رفعه الله. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. أيضا ينهى الله سبحانه وتعالى النسوان، وهن أكثر الناس غيبة ونميمة. النسوان يعني دائما تلقاهن أكثر للغيبة والنميمة ونقل الكلام من الرجال أكثر من الرجال، وربنا نهاهن أيضا أن يذكرن ذلك، لأن الغيبة والنميمة في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فقال ذيل، واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، أكثر اللي بيدخلوهم النار النسوان. قال يا رسول، الصحابة قالوا: يا رسول الله، ما بالهن؟ مصيبتهن شنو؟ قال لهم: شغلهم الأحمران الذهب والحرير، مشغولات بالذهب وبالحرير. ولا تلمزوا أنفسكم، معناها لا تعيبوا فتعابوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب أباه. قالوا: كيف يسب أباه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيكون هو الذي تسبب في سب أبيه، وتكون ملعون أيضا. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز بالإشارة، حتى ذلك هو حرام، بل هو أرفع درجات الحرام. الهمز يكون بالعين، الواحد يغمز بعينه كده للثاني يقول له: شوف ده كيف. واللمز باللسان، برضه بلسانه كده يقول له: شوف. فالناس يتغامزوا ويتلامزوا بتعييب الناس وبالنميمة فيهم، فربنا جعلهم في ويل، والويل وادي في جهنم تستعيذ جهنم من حره. جهنم ذات تستعيذ من حره، لأنه شديد الحرارة. فده ما غر الإنسان اللي بيهمز ويلمز يعني يستهزأ بالناس. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم لأنه إذا عاب غيره فقد عاب نفسه. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: إذا رمت أن تحيا وقلبك سالم وعرضك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، وعندك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فغضد، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. رضي الله عنه.
ولا تنابزوا بالألقاب. الألقاب دي معناها الأسماء الما أصلية اللي بيسووها الناس. بعض الناس كان ناديته بها ما بيرضى، ولما يكون غايب يذكروه الناس بالاسم ده. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة وجد الإنسان عنده 3 أسماء بدل اسم واحد 3. يقول يا فلان، يقول لا يا رسول الله هذا الرجل لا يرضى الاسم ده. يا فلان، يقول لا يرضى الاسم. قال لهم لا تدعوا الناس إلا بما أحب الأسماء إليهم. وربنا أنزل ولا تنابزوا بالألقاب. الألقاب المالها يعني داعي الإنسان لا يذكر أخاه بها. ومن ذلك الشتم. وأما الألقاب التي صارت كالأعلام كالأعمش والأعرج والأعمى دي لا بأس بها. فلان منو؟ فلان الرجل الأعمى ذاك، فلان ياتو، فلان الأعرج. دي ما فيها حاجة لأنها يعني صفة ربنا جعلها، وقد تكون ألقابا. أما الألقاب التي تكون للمدح وتشتهر فلا تكره، كما لقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفاروق، ولقب أبو بكر الصديق بالصديق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهو أفعال الجاهلية، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يجب علينا أن نذكر الناس بخير، لأن ذكر الناس بخير يجعلك مذكور بالخير عند الله وعند الناس. فلا تذكر أخاك بما يكره، فذكرك أخاك بما يكره ده اسمه غيبة. والغيبة والنميمة هي من أفعال المنافقين. والمنافق له 3 حاجات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فنعوذ بالله من الخيانة. أدوك أمانة أحفظها زي ما هي، لأن الأمانة هي من الإيمان. إذا كنت مؤمن تمام أدوك أمانة من ليبيا يجيب لي أهلها، أدوك أمانة من السعودية يجيب لي أهلها، أدوك أمانة من سوق مدم رجع لي أهلها. ما تقوم تبضيعها وتجيبها، لعل البضاعة دي تضيع، يبقى أنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وضع إيمانك ضاع. فيا إخوان تذكروا الغبور وظلماته، وتذكروا حول المنكر ونكير، وتذكروا السؤال. الإنسان في اليوم ذاك يسألوه من الفتيل والنغير والغطمير. تعرفوا الفتيل شنو؟ القشرة اللي بتكون لابسة لوليد التمرة دي، ده اسمه الفتيل. والنغير النقرة اللي بيقفاه الصغير المنورة دي، النقرة الصغيرونة دي اسمها النغير. والغطمير القشرة اللي في فصه من جوه، في نص الفص من جوه الشق ده، دي اسمها الغطمير. ديل ال3 ديل ربنا يسأل عنهن يوم القيامة. حاجة بسيطة كده، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا كان ربنا ما ضيع الفتيل والنغير والغطمير، أنت تشيل حق الناس من ليبيا وتجي تودم، تشيله من السعودية وتجي تودم، وتشيله من الأسواق ما توصل لأهله، يبقى أنت مؤمن كيف؟ المؤمن من أمنه الناس على نسائهم وأموالهم وأعراضهم. إذا كان أنت ما مأمون على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على نسوانهم، يبقى مؤمن كيف؟ ما في إيمان أصلا. ده يعني مسألة ساكت، كراع برا وكراع جوا. أنت مؤمن حق، احفظ الإيمان تمام. واحد من أبواتكم الصالحين المؤمنين تمام أجر له حمار ماشي بيه محل زي درمان. لما راح في محل قريب كده زي مدمدي، تذكر حاجة زي الزريبة هنا، ربط الحمار هناك وجاب كرعينه. قالوا ليه ما كان ترجع؟ قال له أنا ما أجرته، راجع أجرته كده عشان نمشي بيه كده. فعليكم بالإيمان، هذا هو الإيمان. إيمان تمام، الإنسان يحفظ الشيء ويخاف الله فيه. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لا تتكلموا في الخطبة، لأن الكلام في الخطبة بيبطل الصلاة.
مع تحيات عبد الرحيم حاج أحمد.